ناس كتير قالت لي فيلم كورالاين فيلم للاطفال، لكن انا عايزك تبص على المشاهد ديت. فيلم للاطفال. فانا جاي لك النهارده 10 تفاصيل مرعبه في فيلم كورالاين. التورته اللي كانت عاملاها الاذر ماذر لكورالاين في عيد ميلادها كان مكتوب عليها ويلكم هوم، مرحبا بيكي في المنزل. لكن الخبراء النفسيين لما حللوا الخط قالوا ان الطريقه المكتوبه بيها حرف الاو دوت معناها ان الشخص اللي كاتبها بيكذب، يعني كورالاين ما كانتش في بيتها. مستر بوبينسكي اللي طول الفيلم عمال بيلعب جمباز الجنسيه بتاعته هي الجنسيه الروسيه، وده احنا ما عرفناهوش من اللهجه بتاعته بس. لكن لو انت ركزت هتلاقي ان في على صدره وسام، الوسام ده كان بيديه الاتحاد السوفيتي للناس اللي شاركت في عمليه التنظيف بتاعه كارثه مفاعل تشيرنوبل. كورالاين لما جت تدي الراجل اللي بينقل لهم العفش تبس، لو جيت ركزت على الدولار اللي هي اديته له هتكتشف ان الصوره اللي عليه مش بتاعه جورج واشنطن، دي صوره المخرج اللي هو اسمه هنري سيليك. والراجل ده اغلب افلامه شبه افلام تيم بيرتون، واللي ما يعرفش مين هو تيم بيرتون ده المخرج بتاع مسلسل وينزداي. ابو وام كورالاين شغالين في مجال الجناين والزهور، والعدو الطبيعي لاي جنايني او بتاع زرع هي الحشرات. عشان كده الاذر ماذر كانت حشره، وهتلاقي طول الفيلم في اشارات تانية للحشرات. حشره التنين اللي كورالاين كانت حاطاها في شعرها، العربيه اللي على شكل صرصار، الحلويات اللي على شكل خنافس. الاسم الحقيقي للاذر ماذر هو بيل دام، ودي كلمه فرنسيه قديمه معناها الساحره او المراه العجوز. المشهد اللي كورالاين كانت قاعده فيه معاهم على الترابيزه، لو انت جيت تركز على البرق والرعد وقفت الصوره في اللحظه المناسبه هتكتشف ان البرق كان ياخد شكل ايد، والايد دي بتمثل ايد امها. وكمان ظهرت في مشاهد تانية السحاب اللي في السماء والاعشاب اللي كان في الفنجان بتاعها لما الست قرته لها وقالت لها ان في شر بيطاردك. الاغنيه بقى اللي كان بيعزفها ابو كورالاين ما كانتش مجرد دندنه عاديه، كلمات الاغنيه كلها معموله من لغه تم صنعها خصيصا للفيلم ده، وحتى الان احنا ما نعرفش الترجمه ايه. الحيطه كان موجود عليها 3 صور، والصور دي كان فيها ضلال، الضلال دي كانت بتمثل ال3 اطفال اللي الاذر ماذر اخذتهم وسرقت عيونهم وحبست ارواحهم جوه البيت. الكرسي الموجود في اوضه كورالاين اللي كان موجود عليه العروسه هو نفسه الكرسي اللي كان موجود في فيلم ذا شاينينج، وده فيلم رعب. لما ابو كورالاين الحقيقي كان بيلعب معاه بالحبار وقعد يحط الحبار على وشه ويتقلب، ده كان اشاره لفيلم الرعب الينز لما كانت برضه الكائنات الفضائيه بتنط على الضحيه بنفس المنظر. ولو انت بعد كل ده مش مقتنع ان كورالاين فيلم رعب فانا مش عارف اعمل لك ايه تاني الصراحه. لكن الفيلم ده بالذات فيه كميه نظريات مرعبه معموله عنه، لو عايزين تسمعوها هبقى انزلها لكم فيديو قريب.